السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هناخد النهاردة درس جديد من دروس مادة المنطق بعنوان أهمية المنطق وفايدته. النهاردة بإذن الله هناخد فوائد المنطق وأهميته بالنسبة للباحث والإنسان العادي في حياته اليومية. لو احنا جينا بصينا هنا يا شباب هنلاقي ان احنا عندنا 5 أهميات أو فوائد للمنطق. أول حاجة عندنا اللي هو التمييز بين الأدلة السليمة وغير السليمة والكافية وغير الكافية للوصول للنتائج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني أنا دلوقتي المنطق أو دراستي للمنطق بتخليني أميز بين الدليل السليم والغير سليم أو الكافي والغير كافي، زي بالظبط كده المحامي لما بيميز بين الأدلة الصحيحة وغير الصحيحة اللي بيدلي بيها المتهم، والقاضي لما بياخدش برأي واحد بس لأنه غير كافي، والمدرس لما بيجي يحكم عليك ما بيحكمش عليك من سؤال واحد بس. تاني أهمية عندنا اللي هو تحرير الفرد من تأثير العاطفة والاستهواء والدعايات والشائعات. يعني ايه يا شباب الكلام ده؟ يعني المنطق بيخليني ما تأثرش بأي حاجة، ما يبقاش تأثير العاطفة بيأثر في قراراتي، أو أي حد يقول لي أي حاجة أو أي شائعة صدقها على طول. مثال على كده أثناء قيام باحث بدراسة مثلا ظاهرة البطالة، لابد إن هو يستبعد مشاعره ويستخدم الموضوعية في بحثه. فهنا المنطق بيستخدم الموضوعية يعني الحياد وبيبعد عن العاطفة. تالت حاجة عندنا ان هو بيساعد على تنمية الاتجاه النقدي، فبيفحص الأدلة كما يفحص المقدمات والنتائج عشان يتأكد النتائج بتلزم عن المقدمات. مثال على كده القاضي لما بيستخدم النقد فيما يسمعه من الشهود. الخلاصة هنا يا شباب ما ينفعش أشوفك مثلا بتذاكر ومجتهد وأقول لك إن أنت هتسقط، لأن هنا المقدمات مش متماشية مع النتيجة. فأنت لو لقيتك مجتهد وبتذاكر يبقى على طول النتيجة إن أنت إن شاء الله هتنجح وبتفوق. رابع نقطة عندنا اللي هو بيساعد الإنسان في اختيار ألفاظه بدقة. فهنا الإنسان لما بيقوم أي باحث بكتابة مثلا بحثه فهو بيختار ألفاظه بدقة. يعني ايه؟ لما تعرف مستواك واقول لك كويس كويس دي بتبقى غير دقيقة، يعني انت متوسط ولا ممتاز ولا جيد، لازم اقول الكلام بدقة عشان اللي قدام يفهمه ويستوعبه. كمان المنطق او خامس نقطة عندنا ان هو بيساعد في تنمية الروح العلمية للفرد، اللي هي بنسميها موضوعات التعريف ومناهج البحث. مثال على كده اللي هو استخدام الباحث للمنهج العلمي اللي بيعتمد على الملاحظة والتجربة للوصول للقانون. عشان كده بنوصل او عشان توصل للحاجة لازم تستخدم منهج للوصول ليها، زي مثلا طريقة جون ستيوارت ميل للتحقق من صدق الفروض. يعني يا شباب نقدر نلخص أهمية وفايدة المنطق في ال5 نقاط دول. قلنا رقم 1 التمييز بين الأدلة، يعني هل الدليل كافي لقبوله ولا هل مجرد إنه بتروح المدرسة دليل كافي لنجاحك؟ هل لعب الكرة مثلا دليل على مهارتك الحركية مثلا؟ تاني حاجة إن هو بينمي الروح العلمية، لن أقبل أي فكرة إلا بدليل تجريبي، نثبت بالحواس وبالتجارب والملاحظات إن الفكرة صحيحة. تالت حاجة بينمي الروح النقدية، يعني تقييم أي فكرة، مناقشة الأدلة على صحتها وعدم قبول الفكرة إلا بعد مراجعتها. رابع نقطة التحرر من تأثير العاطفة والاستهواء والإشاعات. كثيرا ما يسيطر علينا العواطف على العقل، والاستهواء اللي هو التأثر بالدعاية والتمثيل، والشائعات اللي هو تصديق الرأي المنتشر. رقم 5 اللي هو اختيار الألفاظ بدقة، لأن هناك ألفاظ بتحمل أكثر من معنى، زي كلمة مثلا عين ممكن تبقى عين إنسان أو عين سحرية أو عين اللي هي عين المياه إلى آخره. يبقى احنا كده يا شباب خدنا أهمية المنطق وشرحناها ولخصناها. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتراك ليصلكم كل جديد.